أهم 9 أسباب لضعف الذاكرة وقلة التركيز عند الأطفال. فرط الحركة والنشاط الزيادة عند الأطفال بيسبب تشتيت الذهن وقلة التركيز، وبيكون نسبة تحصيل المعلومات قليلة في المذاكرة. وأنصحكم نعمل وقت محدد للمذاكرة، وبعد كده الطفل يعمل أي نشاط بيحبه، وده بيكون حافز قوي عشان يذاكر. قلة عدد ساعات نوم الأطفال بيأثر على استيعاب الدروس وبيسبب ضعف الذاكرة وقلة التركيز، وأنصحكم نخلي الأطفال يناموا مدة كافية عشان يساعد على تحفيز هرمون النوم ويساعد الطفل على التركيز وتثبيت المعلومة. مشاكل صحية عند الطفل زي مشكلة في الرؤية أو في السمع، وده بيأثر على استيعاب المعلومات وبيسبب ضعف الذاكرة وقلة التركيز. وأنصحكم بمتابعة الحالة الصحية مع دكتور متخصص، ولو الطفل بياخد علاج نبص على الآثار الجانبية ونتأكد إن العلاج مش بيسبب النوم ويأثر على التركيز. أكل نسبة كبيرة من السكر والحلويات بيأثر على التركيز ويسبب ضعف الذاكرة وقلة التركيز عند الأطفال، وانصحكم بالاهتمام بأكل الخضروات والفاكهة الطازة عشان نزود جسم الطفل بالفيتامينات. استعمال الطفل للموبايل عشان يلعب بيه أو بيقعد قصاد التلفزيون وقت طويل بيبطئ من عمل المخ، وده بيأثر على استيعاب الدروس ويسبب ضعف الذاكرة والتركيز. وأنصحكم بتحديد مدة معينة للطفل يستعمل فيهم الموبايل أو التلفزيون، ويكون بعد وقت المذاكرة. سوء التغذية والنظام الغذائي عند الطفل بيسبب نقص المعادن والفيتامينات فيأثر على الذاكرة والتركيز، وانصحكم بالاهتمام بالتغذية وخصوصا فيتامين A وفيتامين B وفيتامين E، والاهتمام بالمعادن والأملاح زي الكالسيوم والحديد والفسفور والكبريت والبوتاسيوم وحمض الفوليك وأوميجا 3. التوتر والصدمات النفسية عند الطفل بيأثر على الذاكرة والتركيز، وانصحكم بالاهتمام بعمل حوار مع الطفل ويكون بصوت هادي عشان يكون في ثقة بين أسرة الطفل مع الطفل فيأثر على استيعاب الدروس ويقوي الذاكرة والتركيز. أكل وجبات دسمة بيسبب قلة التركيز عند الأطفال، وأنصحكم يكون وقت المذاكرة ما يكونش بعد الأكل عشان نتجنب الكسل والخمول وقلة التركيز. قلة استيعاب الطفل للدرس عشان نمط الحفظ للدرس، وده بيسبب صعوبة استرجاع المعلومة ويسبب النسيان وضعف الذاكرة والتركيز. وأنصحكم بتنوع طرق شرح الدرس مع الطفل عشان الطفل يفهم الدرس، وممكن نستعمل فيديوهات تعليمية عشان تساعده على الفهم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم 9 أسباب لضعف الذاكرة والتركيز عند الأطفال. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.